أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء في كل مكان وزمان في قناتكم MK سبورت في القرعة الافتراضية لكأس إفريقيا المغرب 2025. لدينا هنا المنتخبات المشاركة، وسوف نستعين بهذا الطاجين المزخرف وهذا الطربوش لأداء القرعة. وقد وضعنا بالفعل أسماء المجموعات في هذه العلب الصفراء والتي سوف نضعها في هذا الطربوش. وقبل أن نقوم بعمل قرعتنا سوف نذكر أسماء المنتخبات المشاركة بعجالة. في الوعاء الأول لدينا منتخبات التصنيف الأول: المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، ساحل العاج، نيجيريا. وفي الوعاء الثاني لدينا كل من الكاميرون، مالي، تونس، جنوب أفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو. أما في الوعاء الثالث فلدينا الغابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، بنين. أما في الوعاء الرابع فلدينا كل من موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، وبوتسوانا. سوف نقوم بإزالة اسم المغرب لأنه المستضيف لهذه البطولة، وتلقائيا سوف يترأس المجموعة الأولى. وسوف نبدأ قرعتنا الافتراضية مع منتخبات التصنيف الرابع، وهذه هي أسماء هذه المنتخبات. بعدما طويناها سوف نضعها في هذا الطاجين المزخرف، ثم نحركه قليلا لنأخذ المنتخب الأول معنا من هذا التصنيف. المنتخب الأول هو منتخب بوتسوانا. والآن سوف نرى في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب. المجموعة السادسة. والآن سوف نختار المنتخب الثاني من هذا التصنيف: منتخب تنزانيا. سوف نرى الآن في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب. في المجموعة الثانية. تبقت لدينا 4 منتخبات، وسوف نحرك لنرى من هو المنتخب الذي سوف نجده الآن: منتخب زيمبابوي. سوف نرى الآن في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب. تبقت لدينا 4 مجموعات، فهل سوف تكون مجموعة المغرب أم مجموعة أخرى؟ إنها المجموعة الخامسة. والآن لنختار أحد هذه المنتخبات. المنتخب الرابع معنا في التصنيف الرابع هو منتخب موزمبيق. والآن لنختار المجموعة التي سوف يتواجد في هذا المنتخب. نحرك قليلا. المجموعة الرابعة. تبقى لدينا الآن منتخبين عربيين، مما يعني أن مواجهة عربية سوف تكون حاضرة في المجموعة الأولى. نأخذ منتخب جزر القمر. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب، هل في مجموعة المغرب أم في المجموعة الثالثة. نحرك قليلا ثم نأخذ هذه العلبة الصفراء نفتحها لنرى المجموعة الثالثة. تبقى لدينا منتخب واحد وهو المنتخب العربي السوداني. وكلنا نعلم في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. نعم، إنها المجموعة الأولى مع المنتخب المغربي. صراع عربي في دور المجموعات بين المغرب والسودان، وسوف تكون أفضل مباراة لو كانت في المباراة الافتتاحية. وبهذا نكون قد أنهينا منتخبات التصنيف الرابع، وننتقل الآن إلى منتخبات التصنيف الثالث. نقوم بطوي أسماء هذه المنتخبات ونضع في هذا الطاجين المزخرف ونحرك قليلا لنرى من المنتخب الأول من التصنيف الرابع. إنه منتخب أنغولا. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. نحرك قليلا ثم نختار أحد العلب الصفراء نفتحها لنرى إنها المجموعة الثانية.
نحرك قليلا لنختار المنتخب الثاني من التصنيف الثالث. إنه منتخب غينيا الاستوائية. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يوقع هذا المنتخب، هل في مجموعة المغرب والسودان أم في مجموعة أخرى؟ إنها في المجموعة الرابعة، وهذا يعني أن منتخب غينيا الاستوائية يتواجد في نفس المجموعة مع منتخب موزمبيق. والآن سوف نختار المنتخب الثالث في التصنيف الثالث، لنحرك قليلا ثم نأخذ اسم أحد المنتخبات. سوف نرى من هو هذا المنتخب، إنه منتخب الغابون. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. تبقت لدينا 4 مجموعات، هل في مجموعة المغرب والسودان أم في مجموعة جزر القمر أم في مجموعة أخرى؟ إنها المجموعة الأخيرة، المجموعة السادسة. تبقت لدينا 3 منتخبات، نحرك قليلا لنرى من هو المنتخب الرابع في التصنيف الثالث، إنه منتخب بنين. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب. نحرك قليلا ثم نأخذ واحدة من العلب الصفراء نفتحها لنرى في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب، إنها المجموعة الثالثة. هذا يعني أن منتخب البنين يتواجد مع المنتخب جزر القمر في نفس المجموعة. والآن سوف نختار المنتخب الخامس من التصنيف الثالث. نحرك قليلا ثم نأخذ أحد المنتخبات. من هو هذا المنتخب يا ترى؟ إنه منتخب أوغندا. والآن سوف نرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. تبقت لدينا مجموعتين، إما المجموعة الأولى أو الخامسة. إنها المجموعة الخامسة، وهذا يعني أن منتخب أوغندا في نفس المجموعة مع منتخب زيمبابوي. تبقى لدينا منتخب وحيد، أو منتخب زامبيا. كلنا نعلم في أي مجموعة سوف يقع هذا المنتخب، إن المجموعة الأولى برفقة المغرب والسودان. وبهذا سوف نكون قد أنهينا منتخبات التصنيف الثالث، وسوف ننتقل إلى منتخبات التصنيف الأول. نقوم بطوي أسماء هذه المنتخبات ونضع في هذا التسجيل المزخرف، ثم نحرك قليلا لنأخذ المنتخب الثاني في التصنيف الأول، وهو المنتخب المصري، أكثر منتخبا تتويجا بكأس إفريقيا. سوف نقوم بإزالة المجموعة الأولى، ثم بعد ذلك سوف نحرك لنختار المجموعة التي سوف يتواجد فيها المنتخب المصري، وهي المجموعة الثانية. إذن المنتخب المصري يتواجد برفقة منتخب أنغولا ومنتخب تنزانيا في المجموعة الثانية. والآن لنختار المنتخب الثالث من التصنيف الأول. نحرك قليلا ثم نختار أحد هذه المنتخبات، إنه منتخب الجزائر، لنرى أي مجموعة سوف يتواجد في هذا المنتخب. نحرك قليلا ثم نختار أحد هذه المجموعات، المجموعة الرابعة. إذن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة مع غينيا الاستوائية ومع موزمبيق. تبقى لدينا منتخب السنغال، ساحل العاج ونيجيريا. نحرك قليلا ثم نختار أحد هذه المنتخبات، إنه منتخب نيجيريا. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. تبقت لدينا 3 مجموعات، الثالثة والخامسة والسادسة. نحرك قليلا ثم نأخذ العلبة الصفراء نفتحها. إنها المجموعة الخامسة، وهذا يعني أن منتخب نيجيريا يتواجد برفقة منتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي. تبقى لدينا منتخبين، منتخب ساحل العاج ومنتخب السنغال. نحرك قليلا ونختار
لنرى من المنتخب الخامس في التصنيف الأول إنه منتخب الساحل العاج. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد منتخب الساحل العاج، هل في المجموعة الثالثة أم في المجموعة السادسة. نحرك قليلا ثم نختار، إنها المجموعة الثالثة، وهذا يعني أن منتخب ساحل العاج برفقة منتخب بنين منتخبنا العربي جزر القمر. تبقى لدينا منتخب وحيد وهو المنتخب السنغالي، وكلنا نعلم في أي مجموعة يتواجد هذا المنتخب. إنها المجموعة الوحيدة المتاحة لنا الآن وهي المجموعة السادسة، وهذا يعني أن منتخب السنغال برفقة منتخب الجابون ومنتخب بوتسوانا في نفس المجموعة. وبهذا نكون قد أنهينا منتخبات التصنيف الأول، وسوف ننتقل إلى المنتخبات التصنيف الثاني. سوف نقوم بطوي أسماء هذه المنتخبات ونحرك قليلا لنختار الاسم الأول من التصنيف الثاني. المنتخب الأول معنا في التصنيف الثاني هو منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. نحرك قليلا ثم نختار، إنها المجموعة السادسة، وهذا يعني أن كونغو الديمقراطية برفقة منتخب السنغال ومنتخب الجابون ومنتخب بوتسوانا في نفس المجموعة. والآن لنختار المنتخب الثاني من التصنيف الثاني. نحرك قليلا ونأخذ ورقة من تلك الورقات، نفتحها لنرى أي منتخب معنا. إنه منتخب بوركينا فاسو. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. سبقت لدينا 5 مجموعات. نحرك قليلا ثم نختار، لنفتح هذه العلبة الصفراء ونرى أي مجموعة. إنها المجموعة الأولى، وهذا يعني أن منتخب بوركينا فاسو سوف يكون برفقة المغرب وتنزانيا والسودان في نفس المجموعة. تبقت لدينا 4 منتخبات من التصنيف الثاني. نحرك قليلا لنختار أحد هذه المنتخبات. إنه منتخب تونس. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد المنتخب التونسي. هل سوف يكون مع مصر والجزائر مثلا أم مع جزر القمر؟ المجموعة الثالثة، صراع عربي آخر في دور المجموعات، تونس جزر القمر. لدينا 3 منتخبات. لنحرك قليلا لنرى أي منتخب سوف نختار الآن. من هو هذا المنتخب يا ترى؟ إنه منتخب مالي. لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد هذا المنتخب. نحرك قليلا ثم نأخذ العلبة الصفراء، نفتحها لنرى أي مجموعة. هل في المجموعة المنتخب المصري أم في المجموعة التي يترأسها الجزائر أم مع نيجيريا؟ إنها المجموعة الثانية، وهذا يعني أن منتخب مالي برفقة منتخب مصر وأنغولا وتنزانيا في نفس المجموعة. وتبقت لدينا الآن منتخبين، المنتخب الكاميروني ومنتخب جنوب أفريقيا. نحرك قليلا ونختار أحد هذين المنتخبين. من هو هذا المنتخب يا ترى؟ إنه منتخب جنوب أفريقيا. والآن لنرى في أي مجموعة سوف يتواجد جنوب أفريقيا. تبقت لدينا المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة. نحرك قليلا ثم نأخذ العلبة الصفراء، نفتحها لنرى أي مجموعة سوف يتواجد فيها المنتخب الجنوب أفريقي. إنها المجموعة الرابعة، أي أن منتخب جنوب أفريقيا برفقة منتخب الجزائر وغينيا الاستوائية وموزمبيق في نفس المجموعة. تبقى لدينا منتخب وحيد وهو منتخب الكاميرون. وكلنا نعلم في أي مجموعة سوف يكون هذا المنتخب. نعم، إنها المجموعة الخامسة برفقة كل من المنتخب النيجيري ومنتخب أوغندا ومنتخب الزيمبابوي.
بهذا نكون قد أنهينا قرعتنا الافتراضية، وسوف نتذكر معكم المجموعات التي أسفرت عليها قرعتنا. المجموعة الأولى: المغرب، بوركينا فاسو، زامبيا، السودان. المجموعة الثانية: مصر، مالي، أنغولا، تنزانيا. المجموعة الثالثة: ساحل العاج، تونس، بنين، جزر القمر. المجموعة الرابعة: الجزائر، جنوب أفريقيا، غينيا الاستوائية، موزمبيق. المجموعة الخامسة: نيجيريا، الكاميرون، أوغندا، زيمبابوي. المجموعة السادسة: السنغال، كونغو الديمقراطية، الغابون، بوتسوانا.